لا سمعت صوته بس لو شفته هضربه باللي في رجلي. 4 مليون جنيه إيرادات مغامرة منى زكي الجديدة بالحجاب. في الرحلة 404 بتتورط في أزمة تمنعها من الحج. إزاي رجعت منى زكي للشاشة الفضية بعد أصحاب ولا أعز؟ بإطلالتها الأنيقة دي وفستانها البسيط اللي سعره حوالي 15,000 جنيه مصري من العلامة التجارية سيلف بورتري، لفتت النجمة منى زكي الأنظار من العرض الخاص لفيلمها الجديد رحلة 404، واللي بيشهد عودة قوية جدا لمنى زكي للسينما، واللي بمجرد عرضه تصدر شباك التذاكر ووصل إجمالي إيراداته في 4 أيام بس لأكتر من 4 مليون جنيه. وبترجع منى زكي للسينما وسط حفاوة كبيرة جدا من الصناع والجمهور بالفيلم اللي بيتحضر له من سنين بعد أزمة فيلمها أصحاب ولا أعز اللي كان اتعرض على منصة نتفليكس في 2022 وأثار جدل كبير جدا بسبب الموضوعات اللي تناولها ومشهد منى زكي الشهير فيه، واللي عمل بينها وبين الجمهور أزمة ثقة كبيرة قبل ما ترجع المايه لمجاريها بأعمالها الدرامية وآخرها تحت الوصاية. وفي رحلة 404 بتحبس منى زكي أنفاس الجمهور معاها تاني في رحلة كلها إثارة ومفاجآت بعد رحلة لعبة نيوتن من القاهرة لأمريكا، وفي مسلسل تحت الوصاية ورحلتها من اسكندرية لدمياط في تحت الوصاية. ولأن منى زكي بتحب أي حاجة تخص الستات وكل موضوعاتها متحورة حوالين قضايا بتخص المرأة، بتقدم في فيلم رحلة 404 قصة ست كان ليها ماضي سيء وبتحاول تتوب وهي في رحلتها لأداء فريضة الحج بتتعرض لأزمات وبتدخل في صراع، وبيعتبر الفيلم أول فيلم مصري يتصور في السعودية. وبتقرر البطلة إنها تسافر تعمل حج مع والدها، وقبل السفر بأسبوع بتحصل لها مفاجآت تغير مجرى حياتها، بتدخل في الصراع النفسي والحيرة ما بين إنها تكمل الرحلة وفي نيتها الخير ولا ترجع لطريقها القديم. قالت منى إن سيناريو الفيلم بيحمل أكتر من فكرة تساؤل، منها هل غفر الله للإنسان ولا لأ؟ وإزاي بكل الذنوب اللي بيعملها الإنسان في الدنيا بيبقى عنده شك؟ وهل بيحصل غفران اللي مر بيه الإنسان وندم عليه؟ وإيه اللي بيغير تفكيره خلال الموضوع ده؟ المفاجأة إن الفيلم ورقه موجود عند منى زكي من 2013 وفضلت متمسكة بيه ومؤمنة ومعجبة بطريقة الكتابة والطرح. اتحمست لوجود المخرج هاني خليفة ورغم عدم تحمس شركة الإنتاج وخوفها من إنتاج الفيلم إلى إنه أخيرا خرج للنور، ومنتجين كتير رفضوا الفكرة وما كانوش متحمسين لحد ما قرر المنتجين محمد حفظي وشيناز النجار إنهم ينتجوا الفيلم، على الرغم من إن حفظي كان قلقان من التعاون مع هاني خليفة لأنه بيسمع عنه إنه بياخد وقته في كل حاجة، لكن الشغل مع منى زكي شجعه. بدأ التحضير للفيلم في 2021 وبدأ التصوير في بداية أكتوبر 2021، مجهود كبير مبذول وبيظهر نتيجته على شباك التذاكر من اللحظة الأولى. الملفت في الفيلم إن منى زكي بتظهر في الفيلم بالحجاب، وده اللي بياخدنا لرحلة تانية في مشوار منى زكي مع الحجاب واللي قدرت تقدمه بكل أشكاله ومختلف شخصياته في المجتمع. فشفناها الزوجة اللي بتعاني من الخيانة في 2003 في فيلم سهر الليالي بحجاب شبه ستات كتير قوي الفترة دي، وفي 2004 كانت بربطة الحجاب اللي بتلبسها البنت الشبيحة اللي خالتها مربياها على البلطجة في خالتي فرنسا. وفي ولاد العم في 2009 لبست منى زكي الإسدال زي كل ست مصرية في بيتها وهي بتصلي أو هي بتستقبل حد جالها على غفلة. وفي لعبة نيوتن 2021 كانت مرات الشيخ مؤنس المنتقبة وبعد شوية قلعت النقاب وكملت بالملحفة المتقفلة من كل حتة. وفي 2023 في مسلسل تحت الوصاية اللي قدرت منى زكي تبدع فيه وإنها تجسد الست المصرية الأصيلة بحجابها بلبسها بقتالها على ورث عيالها بعد ما جوزها مات، الست البسيطة اللي حجابها جزء من شخصيتها وشبه ستات كتير جدا بنشوفهم كل يوم. وأخيرا في رحلة 404 2024 وحجاب حرفي زي 80% من البنات اللي بنشوفهم في الشارع يوميا، وخاصة البنات اللي لسه بتتعرف على الحجاب. ولسه منى زكي بتثبت من غير ما تحاول إنها تثبت إنها ما ينفعش تتقارن، هي في حتة كده بعيدة مع الأساطير اللي خرجوا بره التقييم والمقارنة زي فاتن حمامة، سعاد حسني، قادرة بمنتهى السلاسة تجسد الصراع النفسي والإنساني والمشاعر اللي بتحط فيها البطل بشكل مبهر وكأن الشخصية بتلبسها وبتتجرد تماما من أي حاجة ليها علاقة بمنى زكي. رحلة 404 أو القاهرة مكة بيشارك منى زكي بطولته مجموعة كبيرة جدا من النجوم، ضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء وأسامة إبراهيم.